دائما تخطف الأهداف من ركلة حرة أنظار المتابعين، خاصة عند تسجيلها بطريقة مميزة ومن مسافة بعيدة، وتسببت في خداع الحارس والمدافعين. ويتميز العديد من اللاعبين في العديد من الفرق عبر العصور بتنفيذ ركلة بطريقة مميزة، والتي حسمت العديد من المباريات في أوقات مثيرة. والعجيب أن ميسي ورونالدو يتواجدون في مراكز متأخرة لأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف من ركلة حرة عبر التاريخ. إذا من هم أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف من ركلة حرة مباشرة عبر التاريخ؟ لنبدأ. مارسيلينيو ماريوكا، برغم مسيرته المميزة في البرازيل إلا أن الكثيرين لم يسمعوا عنه، وبالرغم من هذا تمكن من تسجيل 59 هدفا من ركلة حرة مباشرة في مسيرته. روجيريو سينيا، أكثر حارس مرمى سجل أهداف عبر التاريخ، قضى أغلب مسيرته مع ساو بولو البرازيلية، تمكن من تسجيل 59 هدفا من ركلة حرة مباشرة في مسيرته التي تخطت 25 عاما. كريستيانو رونالدو، صاروخ ماديرا مع منتخب البرتغال والفرق التي شارك معها طيلة مسيرته، نجح معهم في تسجيل 60 هدفا في كافة المسابقات. رونالد كومان، المدافع الهولندي ومدرب برشلونة السابق ومدرب منتخب الهولندي، في مسيرته تمكن من تسجيل 60 هدفا من ركلة حرة مباشرة. زيكو، أسطورة البرازيل، تميز بدقة تسديداته والتي جعلته واحدا من أفضل اللاعبين في العالم بفترة السبعينيات، استطاع تسجيل 62 هدفا من ركلة حرة مباشرة. دييغو أرماندو مارادونا، أسطورة الأرجنتين الراحلة والذي يعتبره البعض أفضل لاعب في التاريخ، تمكن من تسجيل أكثر من 20% من الأهداف في مسيرته من ركلة حرة، ووصلت أهدافه إلى 62 هدفا من ركلة حرة. ليونيل ميسي، البرغوث الأرجنتيني، نجح في تسجيل مع الأرجنتين في التوقف الدولي، كما أحرز مع باريس سان جيرمان في لقاء نيس، وكذلك هدف الفوز على ليل، بجانب تسجيل في شباك بنما، وافتتح أول هدف مع انتر ميامي من ركلة حرة. دافيد بيكهام، الجملة الشهيرة التي تقول افعلها مثل بيكهام تشير إلى مدى جودة الموهبة الإنجليزية وإتقانه للركلة الحرة، جعلته يسجل في مسيرته 65 هدفا من ركلة حرة مباشرة. رونالدينيو، الساحر البرازيلي، كان يتميز بالذكاء والمهارة ودقة التصويبات من مسافة بعيدة، ليسجل 66 هدفا في مسيرته من ركلة حرة مباشرة. فيكتور ليغروتاريا، اللاعب الأرجنتيني، كان واحدا من أفضل اللاعبين في فترة السبعينيات وصاحب 12 هدفا أولمبيا، استطاع تسجيل 66 هدفا في مسيرته مثل الساحر البرازيلي. بيلي، أسطورة البرازيل الراحلة والذي يعتبره البعض أفضل لاعب في التاريخ مع مارادونا، سجل 70 هدفا من ركلة حرة. جونينيو، البرازيلي جونينيو، مالك الركلة الحرة المباشرة، سجل 77 هدفا من ركلة حرة مباشرة.